السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ مزيانين على خير؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. جمعه مباركه للجميع. كنتمنى ندعيو اخوتي كاملين بينا مع هاد خواتنا المسلمين كاملين مساكن هاد فلسطين، عزوا علينا بزاف وقطعوا لنا في قلبنا. نطلبوا الله سبحانه وتعالى نعاونوهم بالدعوات والله يوفق الجميع. لكم واحد الغديوي ديالي، قلت نشاركو جلسة قلت نشاركو معاكم فيه شوية الأصالة شوية القديم، المهم نخلطو هذا مع هذا ونتمنى يعجبكم. ما تنسونيش الله يرضى عليكم من اشتراك ولايك. كنشكر الجميع اللي تشاركوا معايا، الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا كاس الزيت ماشي معمر، زيت بلدية زيت رومية. عندي قميصة تصور معدنوس، واحد مطيشه كبيره مقطعه رقيقه، جوج البصلات، زعفران الشعره مذوب بماء دافي، الملحه. عندي الملحه مليحه، خرفوم بلدي، سكينجبير والابزار وجوج فصوص د الثوم. غادي نعملوهم ان شاء الله مع بعضهم. غادي نزيدو هاد التويمه كنطرطقوها حتى هي كتجي مزيانه مع اللحم، كطيب واحد البنه. دائما حنا كنحافظوا على الطياب ديالنا تقليدي، وكنزيدوا معاه شي شويه د العصري باش كيجي داكشي راقي في الطاوله. ضروري نعملوا شي حاجه تكون راقيه، لان ضروري مادام الماكله كنحافظوا عليها تكون اصيليه. كنخبوا هاد الزيت. هي كيلو د اللحم، حمد البقري، واحد يعمل لي بغى البقري ولا الغنمي. وغادي نخضرو بالتفرجل. التفرجل غادي نعسلو وغادي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش غادي نعسلو. وكلشي كيعرف يعسلو، شويه شي حاجه كتختلف، دائما شي حاجه كتختلف واحد على واحد، ماشي مشكله. غادي نعملو هذا الربيع كامل غادي نعملو. عندي هنا شويه هذا كان عندي في الكريكو، لحقته هو كيجي مزيان. وسمحوا لي غادي نعمل بيدي لان اللي كتنسيتو. كنشربلو هاد اللحم في هاد الطاجين بطريقه سهله. كنشربلو هاد اللحم، كتزيدو عليه هاد الطوماطيش، كنزيدو عليه هاد البصيله، غنعملو عليه العافيه، نشعلو عليه بوطه العافيه قليله، واحد نص ساعه د المكانه ان شاء الله، ونرجع معكم باش نحضروا التفرج. بعد ملي كنغسلوه مزيان واحد الشيته كنتغسلوه. دابا هو هذا الموسم د التفرجل، كيجي تفرج الغزال، اخاص الا عسلناه ولا عندنا به الكوفيتير تفرجل غير شي شويش قاصح باش تقطعوه سهل، ولا تشدوا مع واحد شويه تماره. كنقطعوه بهذه الطريقه بلا ما كنقشروه. القشره ديالو فيها واحد فيتامين ما كيتعوضش. الا كانت شي حاجه هيدا محفره شي شويش كنعدلوا له المنظر ديالو. وكنشرطوه باش كيدخل فيه الطياب، كيدخل فيه السكر حين كنعسلوه. وهذا راه هو بالبلاد. عندنا واحد الشجره في بني عروس جابوه لي البارح، وقلت راه نشارك معكم الطريقه ديالو. دائما كنزولو ديك الطريفات اللي كيكونوا مكمشين واللي كيكونوا مطلوقين كنخليهم، واخا تبيتو في الماء كيبقى مكمش. وهذا سبحان الله هذا ديال هيدا هو. عدلته كامل بهذه الطريقه.
نخلي شويه يلزق هنايا بالماء والملح. ديك الساعه كنعملو يطيب حتى كيطيب الماء طايب مليح، عاد كنعملو في وسط الطنجره باش كيحافظ على الطيله ما كيتنزلش. كنديرو شويه بسيس. نعطيو يجد شحار لين يطيب. ملي كنخلط ملي كنكون غنطيب التفرج كنعسلو بالتفرج، دائما كنعمل الطوماطيش والبصل كيطيبوا معاه باش كتجي مريقه خاطئه. شوف كيفاش كتجي مريقه. هذه هي كنعمل هذا الطاجين التفرج. زيدوا هذا السكر كيذوب. نزيد واحد مغروفه د القرفه. كنسلو داك الماء ديالو بلا ما نعملوه، داك الماء ديالو كيجي حامض. او نزولو حتى في هاد الماء اللي عندي المرقه اللي عندي تسمى صافي. بعد ملي حطيته في الطبسيل كنزوقو شويه هاد التفرجل. كل واحد يزوقو، كاين اللي كيزوقو بالجنجلان يزوقو، اللي يعمل له شويه د اللوز، واللي يخليه عادي يخليه. انا بغيت نعمل له واحد شويه شايده وصافي. عجبني نعمل له هاد شويه كان عندي هنايا عملته له. وتقيسوا ان شاء الله بالصحه والراحه باش ما تمنيتو. وشكرا على المشاهده، شكرا على الاشتراك ديالكم. خليتكم راحه الله الى الفيديو القادم ان شاء الله.